النهارده حسيت اني عاوزه اعمل اعاده ضبط لكل حاجه في غرفه رفيف وازودها شويه دفء، فقررت اعمل تنظيف عميق. ان الله اذا كلف اعان فلا تنظر لثقل التكليف وانظر لقدره المعين. في حاجات كتير اتراكمت عليا بسبب اني كنت تعبانه، وعلشان اقنعني على الاستمراريه عملت فطار وقهوه علشان اشحن طاقتي. اول حاجه عملتها نزلت الستاره عشان احطها في الغساله تتغسل على ما اخلص الاوضه. شلت السجاده علشان اطلعها في البلكونه، نظفت وعقمت المرتبه كويس جدا، وكنت عملتها معاكم كتير قبل كده. ودايما التنظيف العميق بيوفر علينا وقت ومجهود في التنظيفات اليوميه، علشان كده لازم ننظف كل حاجه كويس جدا علشان تفضل الاوضه اطول فتره ممكنه نضيفه. واهم حاجه بالنسبه لي احط كفر المرتبه علشان احافظ عليها. ومن اشيك واحلى الحاجات اللي انا جبتها للسراير في الشتاء الدفايه، وخصوصا الاستك، لان ثباتها على السرير رهيب. ده غير ان هي بتدفي جدا ما شاء الله، خامتها طلعت تقيله وتحفه. ده غير ان هي مديه شياكه حلوه قوي للسرير. وعلشان اغير شكل اللحاف باقل تكلفه، احسن حل اني اجيب كفر لحاف، واخترت انه يكون وش دفايه ووش قطن. ومش قادره اوصف لكم بيدفي قد ايه. وكمان مختلف قوي لاني جبته بحل عملي قوي في رباط من الاربع جوانب علشان يكون ثابت في اللحاف، واضمن انه ما يتحركش ابدا. كده اكون غيرت شكل اللحاف كاني شاريه لحاف جديد بالظبط. كمان طلبت من البيجي ان هي تعمل لي المخدات الكبيره بنفس خامه الدفايه، والمخده الصغيره بنفس الخامه القطن، وخصوصا الكرانيش اللي فيها دي مديها شياكه حلوه قوي. شوفوا لي بقى جمال وشياكه الغرفه بعد ما اتفرشت، وعن راحتي النفسيه بعد التنظيف. اكتبوا لي رايكم في الشكل النهائي، والنهايات السعيده بتكون بتعطير الغرفه وشياكه ودفء التغيير الجديد.